يا مساء الفل، أو يا صباح الرضا، حسب التوقيت اللي انتوا قررتوا انكم تسمعوني فيه. قبل أي حاجة حابة أشكر كل واحد زود عيلة لحظة سلام. فاكرين زمان في خناقات الشارع كان أقصى حاجة بتتقال يا أستاذ عيب كده، يا محترم ما ينفعش، اتقي الله يا أخي. لكن دلوقتي الموضوع اتطور قوي، تلاقي 2 أصحاب ماشيين بيسلموا على بعض بوصلة شتايم وكمان من العيار التقيل، ولو سألتهم يقولك دي روشنة، احنا بنهزر. والوجع اللي بجد إن احنا بقينا بنعبر عن الود بالتجاوز، وفاكرين إن طول اللسان هو اللي بيدي هيبة وسط الزحمة. بس الحقيقة اللي توجع إن الحياء اتبح على رصيف الشوارع دي. والمحزن إنك دلوقتي وإنت ماشي مع ولادك أو مع مامتك مضطر تسمع بذاءة لسان طالعة من شباب زي الورد وفاكرين إن هم كده روشين. الوجع إن الشتيمة ما بقتش غلطة عابرة، بقت خروج عن الأصول واستباحة لمشاعر كل اللي ماشيين، وكأن الستر خلاص ما بقاش ليه مكان وسط دوشة الروشنة الكدابة. في كتاب أدب الدنيا والدين اتعلمت إن الحياء هو اللي بيحمي الإنسان من إنه يتحول لنسخة مشوهة، والروشنة الحقيقية هي إنك تقدر تمسك لسانك في وقت الكل فيه سايب لسانه. ابني جواك في لحظة سلام جديدة، وارفض القبح ده وخليك انت النسخة اللي لسه بتعرف تتكسف. لو وصلت للجزء ده من الحلقة يبقى انت بقيت من عيلة لحظة سلام. كانت معكم مروة مرعي.